صباح الخير يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما، نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. عايزة دعوة حلوة كده منكم لأم وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين، ونصلي على الحبيب قلبنا يطيب. النهارده ان شاء الله يوم جديد من ايامنا في رمضان. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا كنا دلوقتي الظهر، يا دوبك صليت الظهر وبعد كده دخلت المطبخ. النهارده صاحيه متاخر شويه لان انا نايمه متاخره. انا بصراحه لا بحب انام متاخر ولا بصحى متاخر، بس ساعات بيجي عليا ايام ببقى مضطره ان انا انام متاخر لان ببقى عندي شغل على الموبايل فلازم اخلصه. ربنا يديكم الصحة ويدينا الصحة يا رب، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا عندي الحوض مليان مواعين من امبارح طبعا فطرت ونمت وصحيت اشتغلت على التليفون، فما كنتش قادرة خالص والله، كنت فاصلة نهائي. مع ان امبارح طول الليل طول ما انا نايمة في دماغ المواعين، وانا لما بيكون ورايا حاجة او الحتة متكركبة او مش نظيفة قوي، طبعا والله ببقى نايمة نوم قلق، يعني نوم كده مش واخدة راحتي فيه خالص. يعني طول الليل في دماغي عمالة أقول المواعين المواعين المواعين، عمالة أغنيها طول الليل في دماغي. أهو هنعمل إيه؟ بس والله غصب عني، يعني ساعات الواحد بيفصل خالص مش قادر. المهم بقى يا ولاد، كان عندي خس كنت مشرشراه ونقعته في شوية مية وشوية خل، وكمان كان عندي وراك فراخ برضو غسلتها ونقعتها في دقيق وملح وليمون، وكمان يا ولاد حطيت دور في الغسالة. وكان عندي كيلو زبدة جاموسي حطها على النار وبسيحه، وحطيت معلقة صغيرة من الملح. طبعا أنا سيحتها معاكم كتير، والعيش بتاعنا لسه جاي النهاردة صابح يعني طازة وزي الفل. بعد كده بقى يا ولاد قلت بقى اما انسف الحوض نسف بقى، يعني الواحد برضو لما بينام ويريح جسمه يعني بيستعيد طاقته تاني، او بيبقى عنده طاقة وعندي نشاط وعندي جهد ان انا اقوم اعمل كل اللي ورايا. يعني طول ما انا صايمه كمان ما شاء الله يعني ببقى خفيفه كده، وكمان ببقى عايزه اعمل كل اللي ورايا كده بسرعه. لكن بقى بيجي على اخر النهار قرب المغرب بصراحه ببقى بلحلح زي ذكر البط يعني خلاص بقى ما بقدرش. ولما بفطر كمان بقى يعني بتبقى نيله خالص، يعني ما بقدرش اقوم من مكاني والله، بصلي المغرب بالعافيه واتكل على الله بسافر في حتة تانية، يعني بنام على طول. الحمد لله على كل حال. وطبعا يا جماعة أكتر تسجيلاتي للفيديو بيبقى تاني يوم بعد ما بصحى من النوم، بسجل لكم على طول. عشان كده ممكن بقى يكون الصوت منعوس لسه شوية، الصوت مش مظبوط. طبيعي بقى اي انسان لما بيقوم من النوم الصوت بتاعه يعني ما بيبقاش لسه سالك كده وفي جرعة النشاط. وطبعا طول ما انا واقفة بقى بغسل المواعين سامع بقى تنفيض وهبد والناس ما شاء الله الله يديها الصحة يا رب والعافية عمالة تنفض عشان العيد. بس يا جماعة والله يعني التراب مش هيهني حد على نظافة البيت، يعني احنا بننظف من هنا والدنيا تراب من هنا بطريقة يعني مش حلوة. عشان كده عايزة اقولك ما تجهديش نفسك قوي، يعني ما تحطيش طاقتك قوي في الشقة، لان بيقولك لحد يوم الوقفة او يوم العيد الدنيا هوا بتراب. فانتي يعني بالراحة على نفسك يا حبيبتي، عشان برضه يوم العيد ما يجيش عليكي وانت همدانة وانت تعبانة وانت مش قادرة تفرحي مع ولادك ومع جوزك في بيتك. يعني هوني على نفسك. كده كده الشغل لا بيخلص، كده كده احنا دايما على طول ايدينا في الحاجة. فهقول بس الله المستعان. ربنا يديكوا الصحة وتعملوا دايما يا رب كده في بيوتكم وتشتغلوا وتعملوا الحلو كله. بس انا عايزة اهون عليكي لان في ناس بتيجي الوقت ده بيبقى وقت خنقة، بيبقى وقت مثلا مش قادرة تعمل فيه حاجة. سبحان الله الوقت ده بالذات في ناس بتتعب فيه كده لوحدها. فبقولك هون على نفسك، كده كده انتي بيتك نظيف وشقتك نظيفة. هو كل المشكلة بس في التراب بس هو اللي بيبهدل الدنيا. اعملي على قد طاقتك واعملي على قد مجهودك وما تتعبيش نفسك قوي، عشان ما تجيش يوم العيد تنامي وما تفرحيش في بيتك بالعيد مع ولادك وجوزك ومع اهلك ومع اصحابك وحبايبك. فربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. طبعا يا ولاد بقى خلصت غسيل مواعين، وبعد ما خلصت غسيل مواعين بقى يا ولاد نسيت اغسل الصينية اللي كنت عاملة فيها البسبوسة المرة اللي فاتت. فقلت بقى لما اخلص اللي ورايا وبعد كده اغسلها بقى معاكوا تاني. هنا بقى يا ولاد الفرش الصغيرة او المشيات الصغيرة احنا غسلناها، عشان طبعا كل سنة وانتم طيبين العيد. وكمان السجاد عندي الكبير هوديه بقى المغسلة، لأن بصراحة أنا ما بقدرش أغسل سجاد كبير. كنت زمان بغسل سجاد وبعمل كل حاجة لحد الحمد لله
ما جالنا الغضاريف، يعني ده مش غضروف ده غضاريف. والحمد لله ان احنا اصلا ماشيين كده على رجلينا، والحمد لله ان احنا بنقف وبنشتغل وبنطبخ وبنعمل كل اللي ورانا. لاني طبيعة انا من نوع ما بحبش القعدة وما بحبش النوم. انا طبيعي مع ان انا مطلوب مني اساسا ما اتحركش، بس مين اللي عندها بيت ومين اللي عندها ولاد ومين اللي عندها راجل ان هي تنام كده وتسيب كل اللي وراها كده متبهدله؟ يعني انا كده ممكن اتعب على تعبي، لكن كده انا تعبانه بس النفسيه مرتاحه. طالما النفسيه مرتاحه بحس ان انا مرتاحه شويه. على رأي أم الله يرحمها كانت تقول الراحة عند ربنا، ربنا هو اللي بيريح. فالحمد لله على كل حال. هنا بقى يا ولاد كنت خلاص دخلت بقى بعد ما نشرت بقى المشيات لأن الهوا فظيع، أنا كنت هطير من الهوا. دخلت وبصيت بقى على الزبدة بتاعتنا ما شاء الله. سبتها تغلي 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 لحد ما الرغاوي البيضة دي تتحول لمرتة وتنزل لتحت، والمرتة تبقى من فوق صافية خالص طبعا. وأهم حاجة التقليب كل شوية والنار تكون هادية جدا. ونقلت الزبدة على العين التانية عشان العين الكبيرة هولع عليها الأكل. هنا بقى يا ولاد الوراك دي بتاعت الفراخ غسلتها بقى كويس جدا تحت المية كام دور لحد ما وراك الفراخ بقت ما شاء الله بيضة زي الشمع. بعد كده جبت بقى الحلة بتاعتي ومعلقة سمنة بلدي وكمان حوالي 3 فصوص من المستكة سيحتهم في قلب السمنة البلدي لحد ما شميت ريحتها. وبعد كده حطيت الفراخ عشان تتشوح. ورق لورا بقى وكمان حبهان وكمان رشة فلفل اسود ورشة ملح ورشة جوز الطيب وكمان جزرة متقطعة وطماطمايه وبصلتين كده صغيرين. ونغطي بقى الحلة بتاعتنا دي عشان الوراك بتاعتنا تتشوح. وبعد بقى ما تتشوح كده وتاخد لون وتشرب كده من السمنة البلدي نحط بقى المية بتاعتها. ما شاء الله الصلاة على النبي. طبعا معلقة السمنة البلدي يا جماعة بتودي الفراخ في حتة تانية خالص. وطالما الفراخ مغسولة كويس جدا ومنقعة كويس عمرك ما هتشمي لها أي ريحة زفارة. أهم حاجة الغسيل 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 والنقع. بعد كده طبعا الفراخ بقى بعد ما اتشوحت نزلت عليها بالمية. هتاخد بقى الوراك غلوتين على نار عالية وبعد كده هدي النار. أنا دايما بحب أسوي الأكل على نار هادية. ادي بقى الزبده بتاعتنا يا جماعه ما شاء الله رقت كده من فوق خالص اهو. هطفي بقى عليها لحد ما تبرد شويه وبعد كده احطها في العلبه. وطبعا كنت محتاره اعمل جنب الوراك بتاعه الفراخ. قلت اعمل خضار، قلت لا انا عملت خضار كتير الايام اللي فاتت. فبصراحه ما عملتش الرز المعمر كتير، يعني بقالي كده فتره يعني. فقلت لا اعمل كده صينيه رز معمر كده باللبن والسمنه البلدي كده عشان برضو يعني نفسنا فيه. غسلت بقى حوالي 3 كوبايات ونص رز وحطيته بقى في الصينية. وجبت بقى حليب جمسي كامل الدسم. لازم يا جماعة يكون كامل الدسم عشان الرز بتاعنا ما شاء الله يكون غني كده ويكون طعمه كده جميل. وكمان كده تحس ان انت بتاكلي كده رز بلبن. المهم حطيت كيلو من الحليب وانا بقلب في الرز حسيت ان الرز تقيل معايا وانا بقلبه فحطيت كمان شوية. يعني قولي كده 3 كوبايات رز ونص خدوا مني كيلو وربع حليب في الحدود دي. تمام. وحطيت كمان شوية ملح. وطبعا يا جماعة في رز بياخد حليب اكتر، يعني في رز بياخد سوائل وفي رز ما بياخدش على حسب الرز بتاعك. ممكن ياخد كيلو ونص، ممكن ياخد 2 الا ربع الرز بتاعك. يعني الرز اللي عندي اخد حوالي كيلو وربع من الحليب. بعد كده سبته على جنب بقى يتنقع شوية الرز يشرب من الحليب. وطلعت بقى كيس جوافة من الفريزر عشان يفك شوية عشان هنعمله بالحليب. وبعد كده بقى يا ولاد الصينية بتاعت البسبوسة اللي أنا كنت عاملاها معاكم المرة اللي فاتت ما شاء الله بألف هنا. بسبوسة كانت جميلة ومرملة وزي الفل بصراحة كانت عسل. قلت بقى أغسلها بالمرة لأن أنا غسلت المواعين ونسيتها خالص وأنا ما بحبش أركن مواعين. وانتوا طبعا عارفين غسيلي في المواعين بغسل بالصابون البلدي والسلك العادي عشان المواعين تنور وتبقى زي الفضة. لكن لو غسلت بالصابون السائل بحس ان المواعين مجنزرة وكمان متلصقة. ناخد بقى الرز المعمر بتاعنا كده بعد ما اتنقع شوية نحطه في الفرن على طول. بص بقى يا ست الكل عشان الرز المعمر بتاعنا ياخد لون احمر جميل من فوق وتعمليه في فرن البوتاجاز عادي خالص. نزلي الشبكة على اول درجة من تحت وبعد كده حطيه تحت الشواية الاول. يعني شغلي الشواية الاول ياخد لون احمر من فوق وبعد كده لما ياخد اللون نطفي من فوق ونشغل من تحت الرز يغلي ويشرب اللبن. نبص بقى على الوراك بتاعتنا ما شاء الله الوراك بتاعتنا ما بتاخدش سوا حاجة، استوت ودبت وبقى زي العسل الصلاة على النبي. والشوربة بتاعتها صافية وعسل كده.
نعمل بقى شوية ملوخية كمان على شوربة الفراخ دي، الله أكبر بقى لما بتعملي الملوخية على شوربة فراخ أو شوربة بط أو شوربة لحمة. يعني عموما يعني أي ملوخية على شوربة بتبقى في حتة تانية خالص، بتبقى طعمها جميل كده وحلو. بعد كده رشيت بقى شوية ملح بفلفل اسود على الوراك كده وهي سخنة، والسمنة بتاعتنا هي ولاد حطيتها بقى ايه في علبة. وطالما الزبدة مستوية كويس جدا، لو حطيتها سنة على الرخامة عمرها ما هتعفن ولا يحصل لها اي حاجة، طالما انت مسوياها كويس جدا وغليها حلو. انا عندي لسه سمنة بلدي يعني علبة كده من اللي انا كنت مسيحها المرة اللي فاتت، بس ايه انا قلت ما اسيح عليها كمان كيلو، عشان يعني ما استناش بقى ان هي تخلص وارجع احتاس، لا قلت ما اسيح كمان كيلو على عندي عشان يكون عندي سمنه بزياده، لان انا بستخدم السمنه البلدي في كل اكلاتي. السمنه هنا يا جماعه بعد ما ربطت شويه ما شاء الله زي العسل، زي الفل، ريحتها بصراحه جميله. نبص بقى على الرز المعمر بتاعنا، الصلاة على النبي ما شاء الله، الرز المعمر بدأ ياخد لونه اهو من تحت الشواية. هطفي بقى الشواية وبعد كده ايه هقيد الفرن من تحت، الرز يغلي، وطبعا لحوق الرز على الشبكة زي ما هو، انا مش بنزله تحت على الصاجة. تعالوا بقى نعمل عصير بقى الجوافة. طبعا حطيت بقى الجوافة في قلب الخلاط، وحطيت كوبايتين مية او 3 كوبايات مية وكوباية حليب وطبعا سكر حسب الرغبة وكيس فانيليا، وبعد كده فرمته في الخلاط واصفيه عادي خالص. طبعا انا لما بحط له شويه حليب الجوافه بصراحه بتبقى في حته تانية خالص، بتبقى طعمها كده حلو، وفي نفس الوقت الجوافه كده بتبقى ايه ناعمه، وبتبقى بيضه زي الشمع، الصلاه على النبي. اهي نحط بقى العصير بتاعنا على الرف في التلاجة لحد ايه المغرب، يبقى كده خلصنا من العصير. تعالوا بقى ناخد شوية شوربة كده حلوين في الحلة بتاعتنا عشان نعمل شوية ملوخية خضراء. الواحد يعتبر ان هو بيقضي اكتر وقته في المطبخ، يعني الطبيخ او تحضير الاكل بياخد اليوم كله، يعني الله المستعان ربنا يقوينا، يعني مع ان في حاجات تانية كتير لازم نعملها، بس يعني ادي احنا بنظبط نفسنا. اليوم اللي هو عندنا اكل فيه طبعا بنعمل اي حاجة تانية في الشقة، عشان كده انا الاكل ده بيقضينا على يومين. الحمد لله. المهم يا ولاد بقى ايه عندي كده كيس ملوخيه خضراء اللي هو جاهز، فكيته كده وحطيته جامد في قلب الشوربه، طبعا الشوربه سخنه والملوخيه هتفك في قلب الشوربه. تمام، لحد بقى ما تفك الملوخيه في قلب الشوربه طلعنا بقى الرز المعمر بتاعنا، وعملت فيه فتح بالسكينه، ونجيب بقى حته سمنه بلدي كده نحطها عليه. عايزه تسيحي السمنه البلدي وتحطها عليه مفيش اي مشكله، لكن انا حطيتها كده عليه وفضلت يعني ايه اقلبها كده على الرز بالمعلقه. ما شاء الله طبعا السمنه البلدي بتخلي برضو طعم الاكل حته في حته تانية. ندخله تاني يكمل سوا، تمام، يعني 10 دقايق ربع ساعه بالكتير يتردد، والرز يعني يشرب السمنه في قلب الفرن، وبعد كده نطلعه ونغطيه عشان يكون طري. عملت بقى شويه سلطه وحطيتها في الاطباق. وتعالوا بقى نعمل الطشه بتاعه الملوخيه، طبعا معلقه سمنه وتوم مفروم، وبعد كده ايه شويه كزبره ناشفه، ونقلب نقلب نقلب، وبعد كده تش على طول في قلب حله الملوخيه. وهدي الملوخيه غلوتين 2 بس عشان الملوخيه تستوي، وبعد كده هطفى عليها، يعني مش هغلاها كتير. الصلاة على النبي. طبعا الشوربة أنا ما بحطهاش كتير عشان طبعا الملوخية ما تصلصلش، لو احتجت بزود شوية شوربة، لو الملوخية تقيلة قوي بزود شوية شوربة. اللي وراك بتاعتنا بتاعت الفراخ دهنتها حتة سمنة بلدي ودخلتها تحت الشواية عشان تاخد لون. تعالوا بقى يا ولاد عشان نحضر بقى ايه الفطار بتاعنا خلاص. مدفع الإفطار بوم بوم، خلاص بقى الأذان هيأذن والقرآن هيصدق دلوقتي، والحمد لله رب العالمين أنجزنا وخلصنا، مع إني صاحيين متأخر وكان ورانا حاجات برضو عملناها، والحمد لله رضا. ألف حمد وشكر لك يا رب، يا رب ديمها نعمة احفظها من الزوال يا رب اللهم أمين. ربنا يسعدكم ويرضيكم ويفرح قلوبكم ويزيدكم ما ينقصكم أبدا يا رب اللهم أمين. ادي بقى يا ولاد الفطار بتاعنا، شوية الملوخية والرز والسلطة والوراك بتاعتنا، ما شاء الله بألف عافية، ما شاء الله الأكل كان نفسه جميل وكان طعمه أحلى. طبعا أنا بزعل قوي لما الفيديو بيخلص معاكم، بس أنا ما بحبش أطول عليكم الفيديوهات عشان ما تملوش منها وما تزهقوش منها. أتمنى من كل قلبي إن فيديو النهاردة يكون خفيف عليك واستفدت منه. بحبكم في الله، هتوحشوني كتير، مع ألف مليون سلامة، مع السلامة.